حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الفلاح. الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده. اللهم ربنا لك الحمد في تعاقب الليل والنهار، ولك الحمد عند نزول الأقدار، ولك الحمد ما ذهب الليل وأشرق النهار، لك الحمد آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تملك من الأنام ما تشاء ولا يملكون منك إلا ما تريد.
قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه تقلبها كيف تشاء. نسألك اللهم أن تقلب قلوبنا من نعمة إلى نعمة، ومن رحمة إلى رحمة، ومن فضل إلى فضل، وأن تثبتها بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من أدى الرسالة وبلغ الأمانة. ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمؤمنين الصادقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. اللهم ألهمنا الخير، وأسمعنا الخير، وأنطقنا الخير، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة المؤمنون، هذه الأيام تتعاقب، وأصبحت السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة. بدأت الدنيا في تسارع عجيب، وها نحن نعيش أياما فيها تعاقبات كثيرة، من الأضحى إلى ميلاد عيسى صلوات الله وسلامه عليه، إلى السنة الهجرية، إلى السنة الميلادية. هكذا تمر الأيام سراعا، ويبقى الإنسان في مكانه يتطلع إلى متغيرات الأحداث وتبدلها. كل شيء يتغير من حولك، وأنت أيها الإنسان في الظاهر ثابت على ما أنت عليه، أم أنت أيضا تتغير كما تتغير الأشياء؟ فإذا كانت الأيام والسنون تتبدل من حال إلى حال، فإن الإنسان على وجه التحقيق واليقين ينتقل من حال إلى حال. والإنسان دائما يتطلع إلى الأعلى والأتم والأكمل، فإذا ما كان الإنسان عاقلا جعل له ميزانا يرى مكانته في هذه الحياة، هل تطور وتقدم أم تراجع وتقصر. ولعل سائلا يسأل: أين هو موضع التراجع في الإنسان؟ وأين هو موطن التقدم؟ بأي شيء يتقدم الإنسان وبأي شيء يتراجع؟ إذا كانت الدنيا قد تفتحت على الإنسانية وسيطر الإنسان على كل شيء، على الأرض ومقدراتها، بل على الفضاء، وأصبح يتحكم في كل شيء، وهو يسعى نحو الخلود لاكتشاف سر الحياة، من أجل البقاء، من أجل الرفاهية، من أجل كل شيء. كيف يمكن للإنسان أن يتراجع وقد تمكن من كل شيء؟ وهذا السؤال الذي ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا. لذلك أقول لكم أيها الإخوة الأحبة: الإنسان الذي هو خليفة الله في الأرض أمر الملائكة بالسجود إليه وبطاعته، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض. هو إنسان يتكون من صورة تدرك بالبصر، ومن روح ونفس تدرك بالبصيرة. فالإنسان في ظاهره هو الإنسان، لكن
هل الإنسان في حقيقته هو الإنسان؟ تعالوا لنتعرف إلى أنفسنا من خلال كتاب ربنا. هل الإنسان الذي يعيش اليوم هو نفسه الإنسان الذي كان في عهد النبوة، في عهد الرعيل الأول، في عهد الصالحين؟ ما الذي تغير فيه؟ الإنسان كما قلنا لكم أيها الإخوة المؤمنون صورة شكلا في محافظة على صورته الآدمية، بل سخر كل شيء من أجل متعته ورفاهه ولذائذه في الحياة، وهو يتحرك يسعى من أجل الخلود وإطالة عمره في الحياة. لكن الإنسان اليوم اختلف في روحه، اختلف في نفسه، اختلف في مقاصده. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا وهو ينظر من وراء سيوف الغيب، ينظر إلى الأيام المقبلة، ينظر إلى ما يتعاقب على البشرية، على أمته من فتن ومحن، حينما سأله سيدنا حذيفة بن اليمان فقال: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأكرمنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يومئذ يا رسول الله؟ قال: أناس يستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من استجاب إليهم فدخوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، بينهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: تعتزل، انتبهوا، تعتزل تلك الفرق كلها، ولأن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك فافعل. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، وأنت تصف وتبين وتوضح من أمتي ما سيعتمرها وما سيمر عليها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله؟ قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن صورتهم صورة إنسان، أما حقيقتهم فقد اختلفت. حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان يبين لنا أننا سنرى أناسا وجوه الآدميين، وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين، أمثال الذئاب الضاوية، لا يرعون عن قبيح. حينما تختلف الأمور يبيع الصالح بالصالح،
والتقي بالشقي، والأمين بالخائن، والصادق بالكاذب. حينما تختل المعايير، حينما تضطرب القيم، حينما يبدو المعروف منكرا والمنكر معروفا. لعل قائل يقول: أو يمكن أن يكون المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ هل يمكن أن تتغير المعايير إلى هذا الحد؟ أقول: وأكثر من ذلك. إنما علينا أن نتقرب من حبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، أن نتعرف إليه، أن نتلمس هديه، نصل إلى الحقيقة. قال: كيف أنتم لو فسق شبانكم وبغت نساؤكم وتركتم جهادكم؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قلنا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: كيف أنتم لو تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله أو كائن ذلك؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قلنا: وما أشد منه يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أنكم أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون. قلنا: وما أشد منه يومئذ يا رسول الله؟ قال: يقول الله تعالى: بي حلف بي حلف لو تيحن عليهم فتنا تدع الحليم فيهم حيران. أناشدكم الله: أليس هذا هو واقع العالم اليوم؟ أليس هو هذا واقع الحال الذي نعيشه؟ واقع يدع الحليم حيران. أنا طالما دعوت وناديت شبابنا ومثقفينا وعلماءنا لأن نعمم ما نسميه بثقافة الفتن في كتب السير وكتب الحديث. تعلمون أن للحديث كتب، وكتب قيمة: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها الكثير، وكل كتاب مجلدات. هذه المجلدات تبتدئ بالإيمان، بالصلاة، بالصوم، بالحج. في هذه المجلدات أبحاث يقال لها كتاب الفتن. كتاب الفتن. في كتاب الفتن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عما يمر على الأمة في مستقبل أيامها، أي ما ستتعرض له. وعلى المسلم أن يتعرف إلى ما يقوله نبيه، ما يقوله حبيبه. أنت اليوم تريد، يعني العالم اليوم يبحث في كل رأس سنة، ونحن في رأس سنة جديدة. أسأل الله أن يجعلها سنة خير، سنة فرج، سنة نصر وعودة إلى الله على المسلمين في كل بقاع الأرض، على كل المؤمنين في كل بقاع الأرض. نعم. الآن نجد على شاشات التلفزة برامج تتكلم عن متنبئين. عام 2009 ايش راح يكون؟ ايش الامور المتوقعة؟ ايش ممكن يصير من فيضانات، من قتل الرؤساء، من مؤامرات، من انقلابات، من ازمات، هكذا يتنبؤون. وهذه كلها ضرب من ضروب الدجل والغفلة والبعد عن الله. لكنني أدعوكم يا شباب الإسلام أن تتعرفوا إلى ما يقوله نبيكم وحبيبكم وقائدكم محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفوا إلى ما سيجري، إلى ما يمكن أن يكون.
هذا الزمان والله ما من يوم ينشق فجره، ما من صباح يشرق إلا وأزداد يقينا أنك يا سيدي يا رسول الله عبد الله ورسوله. ما من يوم إلا والدلائل والمؤشرات تقول لك لا حل إلا بالإسلام، ولا خلاص إلا بالإسلام، ولا نجاة للبشرية إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لا أقول هذا عصبية، لا والله، لا أقول هذا من قبيل التعسف والتشدد، لا، بل أقول أدعوكم أنتم أبناء الإسلام، أنتم الذين تأتون إلى المساجد أن تتعرفوا إلى نبيكم، إلى قرآنكم، إلى دينكم، إلى رسالتكم، لأن الغرب وعلماءه وحكماءه ومفكروه وفلاسفته في القديم البعيد وفي القديم القريب وفي الحاضر الواقع تنطق قياداتهم وفلاسفتهم إن هذا العالم بحاجة إلى رجل مثل محمد. صلوا على سيدنا محمد. العالم بحاجة إلى نبي، بحاجة إلى هدي، بحاجة إلى تعاليم. لكن ماذا أقول يا رسول الله أتباعك هجروا تعاليمك، أتباعك تركوا دينك. إني تذكرت والذكرى معلمة مجدا فريدا بأيدينا أضحناه، أنك اتجهت إلى الإسلام في بلد تراه كالطير مقصوصا جناحاه. نعم أيها الإخوة المؤمنون، حريا بنا أن نعود إلى ثقافة الفتن لنتعرف إلى ما يقوله نبينا وحبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حينما يصل الناس إلى حال يؤمن فيه الخائن ويخون الأمين. هل سمعتم بهذا الأمر؟ في مرحلة من مراحل التاريخ يبدو ليس المعروف منكرا فقط، لا، وليس المنكر معروفا فقط، بل مخون الأمين الله، ويؤمن الخائن، ويتكلم في أمر الناس الرويبضة. قالوا يا رسول الله وما الرويبضة يومئذ؟ مين هذا الرويبضة؟ قال الرجل التافه الذي لا يؤبه له، ما تعرف له أصل ولا فصل، كذاب منافق يتكلم بأمر الأمة، بأمر دينها، بأمر ثقافتها، بأمر تاريخها، بأمر حضارتها. أمة تعيش على الرويبضة، أمة اختلت موازينها. نعم أيها الإخوة المؤمنون، نحن نعيش أفراح الناس، وقد قلت لكم من فوق هذا المنبر يوم عيد الأضحى وأكررها اليوم، ونحن نعيش ذكرى ميلاد ومولد عيسى عليه السلام، ونحن نعيش إكمالة سنة هجرية جديدة. أقول لكم لقد سرقوا الفرحة والبسمة من أفواهنا ووجوهنا، لقد سرقوا معنى العيد ومعنى الميلاد ومعنى الهجرة ومعنى الانتماء ومعنى الارتباط من حياتنا. أصبحنا نعيش هكذا كالسوائل من أجل أن نأكل ونتمتع، لا رسالة، لا هدف، لا غاية. نعم أيها الإخوة المؤمنون، لا أحب أن أكرر، لا أحب أن أتكلم عن غزة وما يجري فيها، لا أحب أن أتكلم عن العراق وما يحيط به، لا أريد أن أتكلم عن سوريا والتآمرات التي عليها، لا أريد أن أتكلم لأنني مللت الكلام. نعم نحن نفرح نبتهج، الشوارع مليئة بالأضواء والزين، وأسأل الله أن يضيع قلوبنا وشوارعنا وعقولنا. نعم هذه صورة جميلة، لكن كيف نفرح
وإخوتنا محاصرون. كيف نفرح وشعوبنا في العالم الإسلامي محاصرة؟ كيف؟ أين حسن هذا؟ أين إيمان هذا؟ لكألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ألم يقل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ أليس هذا هو الإحساس؟ بلغني أنهم قالوا لشيخ الأزهر أصلحه الله، وأصلح كل شيخ من هؤلاء الذين حملوا النفاق في قلوبهم والضلال على ألسنتهم، قالوا له: أسمعت بحصار غزة؟ قال الأمر غزة بمحاصرة؟ هو ما عنده خبر، ما عنده خبر أن غزة محاصرة. ثم بعد ذلك قل من ومال غزة؟ هل يصدر هذا عن قلب رجل يقول لا إله إلا الله؟ كيف؟ هل تعلمون أيها الإخوة المؤمنون أن في قواعد فقهنا ورسومنا وديننا لو أن ظلامة وقعت على مسلم مثل فلسطين، مش العالم العربي، لا، بلغنا أنه في كندا، بلغنا في أمريكا، بلغنا في أقصى مكان أفريقيا مسلم أو مسلمة تعرضوا للظلم، ووصل هذا الأمر إلينا عيانا جهارا يقينا. وجب على المسلمين شرعا أن يهربوا لنزته، فإذا لم يفعلوا قال: أسروا جميعا وحل عليهم غضب الله. ليه؟ هذا ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا هو واجب النصرة، نصرة المسلم للمسلم. قال: فإذا نصره بعضنا سقط الإثم عن الباقين. الإثم يلحق الكبار والصغار، العلماء والعامة، العامة والخاصة، الحكام والمحكومين. نعم، ليه؟ لأنه واجبنا أن ننصرهم، واجبنا أن نقف إلى جوارهم إلى جنبهم. وحينما نترك ونتفرج كما يجري الحال، الحمد لله كما يقول لم يبقى في الميزان غير حدودان. ما في اليوم من يتكلم بأمر هؤلاء سوى هنا في بلاد الشام. من يتكلم، من يتحدث، من يتابع. بعد ذلك توجه الاتهامات. في يوم إسرائيل اكتب لي شروطه. ايش بدها شروط؟ إذا سوريا بدها تسترجع الجولان، أول شرط بدها تتخلى عن الفلسطينيين وتتخلى عن المقاومة وما تدعم المقاومة في العراق، وتترك شعوب المسلمين غنم لفئات الرأسمالية العالمية تنهش بها وتفعل بها ما هذا شعب. الله أكبر على هذا الزمان. رضينا بالذل والذل لم يرضى بنا. هي مش قلت الآن هو المرحوم تصريحاته إنه على سوريا أن تتخلى عن أي شيء، تتخلى عن الشعب الفلسطيني، نعم، عن العراق، نعم، عن كل المستضعفين في الأرض. أقول لكم إن تخلت سوريا لا تبقى سوريا، لا تبقى بلاد الشام، لا والله، وهذا يستحيل ولا يمكن أن يكون. لكن هذا هو الزمان الذي تغير فيه الإنسان، يرى أخاه يذبح وهو يستفيد، يرى عرضه يذبح وهو مسؤول. الله، أنا بأمان، الحمد لله أنا سمعان، بتجوع وأنتوا جوع، أنا أمين، أنتوا خايفين نكبر منه. هذه الانتصارية أنا قلت لكم يوم عيد الأضحى ما يسعى إليه عدونا الآن
هو فك الارتباط. أحب منكم يا شباب الإسلام أن تعلموا هذا المعنى. ما معنى فك الارتباط؟ كل واحد له علاقة بالثاني، لا الجار بجاره، ولا الأخ بأخوه، ولا الأب بابنه، ولا الأب ببنته، ولا الأخ بأخته، ما له علاقة. كأن القيامة قد قامت من الآن، ما في شيء، ما في تتدخل بشيء، ما كل شيء. هذا الذي يراد لمجتمعنا، هذا الذي يراد لعالمنا. هذه هي الفتن التي حدثنا عنها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. تحدثت لكم في الاسبوع الماضي عن قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحيل بين المرء وقلبه وانكم اليه ترجعون. بعد ذلك قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وانا اقول وانذر واحذر وان ينكر هذا القول للعالمين بأسره: ان الفتن قادمة ولا عاصم لها الا بالعودة الصادقة الى الله. لعل قائل يقول: اكثر من هذا الفتن؟ اقول نعم والله، نحن لسه على الشاطئ، لسه في البدايات. الفتن قادمة آخذ بعضها برقاب بعض. ما دام قد تعطل والارتباط قد ينشك، ما بقي شيء. لك ما عندك تحس بأخوك ما مشي، لكن لا تتآمر عليه، لك لا تفتري عليه يا عدو الله، لك لا تتآمر مع أعدائك، أعداء دينك، أعداء بلدك، أعداء أمتك على أخيك. نحن ما عذبنا واخلافا نكون فلسطينيين، لكن لا تتآمروا عليهم. لا بد أنتم لا تفكوا الحصار، معليش، لكن لا تحاصرون أنتم. وأنا أقول لكم يا إخوتي هذا الكلام قد لا يثير البعض، لكن أقول لكم والله إنما أقول هذا الكلام حفاظا على أنفسنا نحن، حفاظا على أنفسنا، على أبنائنا، لأن القادم مخيف. سجلوا هذا في أذهانكم وفي عقولكم: القادم مخيف. ما يخطط لهذه الأمة من تآمرات، ويؤسفني أن أقول هذه التآمرات لم تعد بين الأعداء فقط، لا، أصبحت بين الداخل والخارج. المشكلة كنت في الأول تعرف هذا يهودي تشوف قتله تكسب أجر، موت لا بس مش شهيد. طبعا أقول اليهودي المحارب، حتى ما يطلع واحد بتفلسف الله ويقول لي أنت عبتله إلى إرهاب وإلى فتن، لا لا لا، أقول اليهودي المحارب. نعم، أنا في صراع أعرف هذا رجل يقاتلني ويقاتل أمتي ويقاتل شعبي، فأتصدى له إن كنت شهيد وإن عشت سعيد. لكن المشكلة حينما يكون اليهودي من الداخل، يهود الداخل هؤلاء أخطر بكثير. هؤلاء الذين يتآمرون على قيمنا، على ثوابتنا، على ثقافتنا، على قرآننا، على انتمائنا. نعم أيها الإخوة المؤمنون، الأمر يحتاج إلى وقظة. نادي فلم أجد مجيبا سوى الصدى، فأحسب أن الحي ليس بآخره. نعم، هذا هو الواقع الذي يجب أن نشخصه، ونحن نعيش أياما الناس ونتوجه بالتهيئات لعالمنا العربي والإسلامي، سائلين الله أن يجعله عام فرج، قولوا آمين، أن يجعله الله عام عز ونصر، أن يجعله الله عام عودة، أن يجعله الله عام أمن وسلام وطمأنينة على أمتنا وشعوبنا ومنطقتنا وإخوتنا في كل بقاع الأرض. نعم أيها الأخوة المؤمنون، كان بودي أن أتكلم عن قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا، لكنني
قدمت للمكر، قدمت لأساليب المكر لأتكلم عن المكر إن أحياني الله وأبقاني في الأسبوع القادم بما يفتح الله تبارك وتعالى، فإن الأمر جد والخطب جد والدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. على الدنيا تكامينا بما فينا من الصحور، فكنا خلاق الأكوان نحميها من الشر، فلما كان كنا به نسمى على البشر، غدونا كالذي نرمى على الأعقاب في قهر، غدونا كالذي يرمى على الأعقاب في قهر. تب علينا وإلهنا يا رجاءنا يا سامع دعانا يا كريم، واتق من النار واغفر ذنبنا وذنب من يقول آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. أرجو من حضرات الإخوان أن يتقدموا قليلا إلى الأمام رحمة بإخوانهم، ففتحوا وافتح الله لكم، تزاحموا تلاحموا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، بارك اللهم لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك تقضي بالحق لا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ربنا ونتوب اليك، اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك، ولا تقطعنا بالاغيار عنك يا ارحم الراحمين. استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم يا أمان السماوات والأرض أمنا في أوطاننا، اللهم يا أمان السماوات والأرض أمن المسلمين في أوطانهم يا رب العالمين. اللهم يا من لا إله إلا أنت ولا رب سواك، اكفنا شر العدا ونقهم الردى، واصبر عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم يا من لا إله إلا أنت ولا رب سواك، عد علينا بعوائدك الحسنى، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اجمع شملنا، ارعب صدعنا، اعني شأننا، اقر عدونا، ردنا اليك ردا جميلا. الهنا مولانا، ها نحن نرفع اليك اكف الضراعه، متوجهين اليك بصاحب الشفاعه،
أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أنفسنا، وأن تتولنا بما توليت به عبادك الصالحين، أن ترفع مقتك وغضبك عنا وإلى غيرك ربنا لا تكلنا. إلهنا مولانا يا سامع دعانا، نسألك العفو والمغفرة والأمان، نسألك النصر والثبات، نسألك يا الله يا الله يا الله يا من لا إله إلا أنت ولا رب سواك، أن تجعل كيد الكائدين في نحورهم، أن تجعل كيد الكائدين في نحورهم، أن كلنا عزة الإسلام وأهله يا الله. إلهنا مولانا نسألك وأنت المسؤول وأنت للسؤال أهل، طهر أرضنا من النفاق، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر أعيننا من الخيانة، ردنا إليك ردا جميلا، عد علينا بعوائدك الحسنى يا عظيم يا من لا إله إلا أنت ولا رب سواك. احفظ البلاد والعباد، احفظ البلاد والعباد، احفظ البلاد والعباد، وفق ولي الأمر إلى سبل الرشاد، وفق ولي الأمر إلى سبل الرشاد، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، ونعوذ بك اللهم من طوارق الليل والنهار. إلهنا مولانا عبادك بحاجة إلى رحمتك وفضلك، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اجعله غيث رحمة، غيث مغفرة، غيث طهارة، غيث توبة، غيث عزة ونصر يا أرحم الراحمين. ربنا مولانا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وعليك التكلان وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اللهم اجعلنا من أهل الحق، وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، استقيموا إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. اللهم احسن وقوفنا بين يديك، وبيض وجوهنا في الدنيا والآخرة ويوم العرض عليك. لا تغفلوا عن الله، اعلموا أن الله في قبلة أحدكم إذا صلى، فلينظر أحدكم من ينادي. الله أكبر.